الميزه ديال النظام الاساسي الجديد اللي هو جاء لكي يوحد، كنظام اساسي موحد ولكي يحفز نساء ورجال التعليم. كما قلت لهم انه فين كانت عندنا لقاءات مباشره مع الاساتذه، بطبيعه الحال صنتوا لنا وتصنتنا لهم في واحد الجو ديال التفاعل تربوي ديمقراطي تواصلي تفاعلي، وصلنا الانتظارات ديالهم. وكاين واحد من عدد النقاط اللي فهموها مزيان، اللي ربما ماشي هما فاهمينش، ربما ما فاتهم انهم يطلعوا عليها في بعض التفاصيل، لان هذا النظام الاساسي راه في واحد العدد ديال التفاصيل راه لا يمكن انك بين الفينه والاخرى غادي تضبطوا في نهار ولا في يومين. وبطبيعه الحال وكذلك تصنتنا الملاحظات ديالهم، واللي كتبقى انها يعني ملاحظات، يعني ما نقولش انها زعما تسيء النظام الاساسي، ولكن ملاحظات اللي كيشوفوها من اجل التطوير والتجويد. وهو ما قبلناه نحن بانه فعلا هذا النظام الاساسي جاب امتيازات كثيره، وفي نفس الوقت راه الاداه نزلت صاغيه، فهو يقر بانه في كل 3 سنوات يمكن يعني تطوير وتعديل هذا النظام الاساسي. ولما لا حتى كاع قبل 3 سنوات، لان الهدف هو التجويد، والهدف كاع كله هو تحفيز الاساتذه ونرجعوا لهم الثقه في انهم هما ممكن يقودوا القاطره ديال الاصلاح ديال المنظومه التربويه والتكوين في هذا البلد تحت القياده ديال سيدنا الله ينصر. شكرا لكم المنابر الاعلاميه، نعاود نجدد التحيه ديالي لكم. الدور الكبير اللي كتقوموا به قطاع التعليم هو قطاع اجتماعي بامتياز، وقطاع يهم جميع الشرائح المجتمع، وبالتالي يعني الجسر اللي قادر انه يوصل المعلومه ويوصل الخطاب ديال المنظومه لجميع شرائح المجتمع المغربي هو الاعلام. فشكرا لوسائل الاعلام، واخص بالذكر وسائل الاعلام المحليه بالاقليم ديال الخميسات. شكرا لكم. تفضل. كثير الجدل هو ان كيهضروا على الساده الاساتذه، هو انه كاين تعاونات في جميع الهيئات، الا الاساتذه ما عندهمش النظام الاساسي كيشوفوا بانه ما تصفهمش معهم المتعاونات. شنو كاين هو السي علي، هو النظام الاساسي ما كيهضرش على الزياده في الاجر. هما اللي فهمت انا انهم الناس تزادهم في الاجر، حنا ما تزادناش، حنا بغينا زياده انيه. هذاك ماشي زياده في الاجر، ديك زياده في التعويض على واحد المهمه كيقوم بها المدير ولا كيقوم بها المفتش ولا المستشار، التعويض مهمه. الاستاذ غدا ان شاء الله ملي غادي يكون مدير ولا يكون غادي يستافد من هذه التحفيزات هذه. اما الزياده في الاجر، النظام الاساسي ماشي اختصاصه الزياده في الاجر. الزياده في الاجر كيتناقش في اطار حوار مركزي اللي كيهم جميع الموظفين ديال الدوله، ماشي قطاع التعليم، كيتناقش في اطار حوار مركزي مع المركزات النقابيه. اما هذاك راه تعويض تكميلي اللي راه محفز للمدير المفتش ومحفز حتى للاستاذ، لانه هو اللي غادي يكون غدا مفتش، هو اللي غادي يكون غدا، ماشي غدا حيت غادي يكون مفتش غادي يقول ما كاين والو. علاش انا كنغير هذا الاطار من الاستاذ المفتش؟ خص يكون واحد يبان لي واحد الاستفاده. هذه هي الاستفاده، راه هذاك الشيء قلنا راه محفزه لغير اللي كاين، هو انه خصنا نميزوا بين الزياده في الاجر وكذلك الزياده في التعويض التكميلي، ولا ذاك التعويض اللي كيتسمى تعويض على المهمه اللي كيقوم بها واحد الاطار معين. بالنسبه للدرجه المختلفه بحال السلم، يعني الساده الاساتذه كيقولوا بانهم راه يعني ما وصلوش للوقت، يعني غير اللي غيخرجوا بالتقارير ولا غيزوجوا خصهم واحد السنين. انا بغينا غير توضيح، يعني تيقولوا خصهم واحد السنين باش يدوزوا. يمكن تجيونا في هذه النقطه، بغينا توضيح وصافي. لا علاش سنين هو كتعرف سي بلان حتى شي منذ القدم، راه ما يمكنش عندك واحد السنوات ديال الاخر هي اللي كتاهلك باش دوز واحد المحطه اخرى، اما بامتحان مهني ولا بخريج ولا بالاختيار. هذا هو اللي كاين عندنا دابا الان 5 سنين. المهم 5 سنين هذا الشيء محسوب 80,000 استاذ ديال التعليم الابتدائي والاعدادي، 80,000 غدوز كلها لخارج السلم خلال 5 سنوات بطبيعه الحال حسب القدم ديال كل واحد. واش سينورا غادي بك بها غادي تكون الاستحقاق اللي قلنا عليه، واحد قديم هو اللي غيدوز الاخر اللي مورا. حتى المهم انه في خلال 5 سنوات 80,000 واحد غادي تستافد. شكرا لكم سي عبد العالي، شكرا سي رشيد.